السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما شاء الله اللهم بارك. السمان بتاعنا النهارده يا جماعة عمره 9 ايام. ما شاء الله ما شاء الله، حلو جدا وتحويله سريع وبيكبر معانا بسرعة، لان ده سمان بيور. سمان البيور يا جماعة اللي هو دوت. ما شاء الله، شايفين حجم السمانه عمر 9 ايام. اللهم بارك يا رب. هي دورته او حبه تذبحي منه بتذبحي منه على عمر 35 يوم وقبل ال 35 يوم كمان. بس احنا طبعا مربيينه تربيه بيتي على الهادي، مش مستعجلين عليه، لان احنا بنخلط له من عمر 5 ايام علشان نوفر في استهلاك العلف، وعاوزين الوزن يطلع معانا وفي نفس الوقت باقل التكاليف وباقل المصاريف. لان ما شاء الله ما شاء الله السمان بياكل يا جماعه. هو عاوز ياكل 24 ساعه، لو حطيت الاكل قدامه 24 ساعه بياكل، ما بيوقفش اكل خالص. بس ما شاء الله تحويله حلو، يعني بياكل بس التحويل بتاعه حلو. طبعا الفرشه لازم ننضفها وتكون ناشفه يا جماعه. يعني انا حطيت الوقت رشه تبن وحطيت عليها رشه جير، يعني فوق الفرشه ما غيرتش الفرشه خالص، انا غيرتها اول امبارح، مش عاوزه اغيرها كتير طول ما هي جافه وحلوه كده، فانا مش عايزه اغيرها علشان خاطر ما بردهمش. طبعا اللمبه الحمراء دي انا بايدها من المغرب مثلا او من بعد العصر لما للصبح، وبشيلها. ممكن لو في اضاءه داخله عندهم بستكفي بالاضاءه اللي داخله عندهم وما بحطش اضاءه. حسيت ان المكان ضلمه بحط لمبه ليد عاديه جدا، مش عايزه تدفيه بالنهار وخصوصا وقت الظهر. الظهريه بتبقى درجه الحراره عاليه، فبنوفر اللمبه شويه عشان ما تحرقش معانا كتير، لان دي ما بتشتغل 24 ساعه بتحرق بسرعه. فكفايه مثلا من بعد العصر او من قبل المغرب بشويه كده لما للصبح كفايه قوي بنستخدم اللمبه ديت عشان الجو بيبرد بالليل. النهارده بقى اليوم التاسع. طبعا احنا متعودين من عمر 5 ايام ببتدي اخلط له، بدخل له حاجات على العلف علشان ما وقفوش على العلف صافي، لان هربيه للبيت او هربيه للبيض، فانا مش عايزاه يتعود على العليقه بس، علشان اما اجي اغير له مثلا على عمر شهر او عمر 20 يوم مش هياكل معايا ومش هيتعود. فالتعويد من بدري من عمر 5 ايام وانا بعوده ان انا بحط له خلطات كتير وبدائل كتير، وفي نفس الوقت ما شاء الله شايفين التحويل ماشي عامل ازاي معايا، لان رفع مناعته كويس. يعني ما شاء الله مناعته حلوه الحمد لله رب العالمين. طبعا انا ما بستخدمش ادويه، كل حاجه من البيت، اي حاجه تفتح الشهيه وترفع المناعه بحطها لهم بس كل يوم، والحاجه اللي تناسبه، مش فيش حاجات تتحط بدري وحاجات تتحط متاخر، لا كل وقت وكل عمر في حاجات هتناسبه. يعني ابتداء من عمر 9 ايام في معلقه بسيطه خالص موجوده في مطبخك هتخلي السمان ده يفور معاك فوران ويبقى يومه ب10، مش يومه بيومين او 3، لا هيبقى يومه ب10، لان هي بجد حلوه جدا وبتنشط البكتيريا النافعه وبتغذي وكمان بترفع الوزن. طبعا مع خلطه بسيطه كده او مكونات بسيطه كده هنحطها كمان مع العلف دي علشان احنا بنوفر في استهلاك العلف. طبعا انا شلت السقايه اهيت هنغسلها وهنملاها. انا كنت شايله كل حاجه علشان خاطر ان انا بس عاوزه اديهم رشه تبن فوق الرشه القديمه. طبعا السمان ده يا جماعه نوعين، النوع الاسمر دوت انا كنت جايباه كتجربه عاوزه اعرف ايه، والنوع الفرنسي ده فرنسي يا جماعه، ده فرنسي، ده نوع فرنسي وده نوع الاسمر. لكن البيور اللي هو ده سمان البيور يا جماعه اللي هو الابيض اللي فيه النقطه السمراء. انا كنت جايبه 5 سمر وجايبه 45 ابيض. ال5 السمر اللي انا جبتهم لقيت اللي دي فيهم المفروض ان انا جايباها على اللي هي فرنسي، المفروض ديت فرنسي، بس هي لا طلعت لا فرنسي ولا طلعت حاجه خالص، ما بتكبرش تقريبا، هتبقى فرزه او طرده زي الحاجات اللي بتبقى موجوده في الكتاكيت. فالناس اللي بتربي السمان ومتعوده على كده تقول لي اعدمهم ولا هم ممكن بعدين يجيبوا وزن معايا ويبقى فيهم امل. فصلي بينا على النبي وادعي لي بالله الحلو بتاعتك، اشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل، وتعالي بقى نحضر الخلطه بتاعتنا وهقول لك على المعلقه الخطيره اللي هترفع الوزن وكمان ما بتكلفش كتير بحاجه بسيطه جدا. هجيب شويه عيش بس يكونوا ناعمين قوي، يعني على قد ما اقدر كده اكون منعماه عشان هما لسه بياكلوا عليه ناعم. هو العيش ده قليل بصراحه، انا لو عندي عيش متوفر دلوقتي كنت حطيت اكتر.
بس هما دول حلوين برضو كفايه. نحط بقى عليهم العليقه، نحط كمان شويه. واحاول ايه اخلطهم مع بعض قوي. طبعا دي مش علفه واحده، ده هتبقى اكتر من علفه، بس هي لازم تبقى الكميه ديت علشان المعلقه اللي انا بحطها يعني عايزه كميه حلوه، مش عايزه حبه صغيرين. هنجيب بقى حاجه من الاتنين، يا معلقه اهي مش كبيره، معلقه صغيره من الخميره الفوريه، يا تجيبي قطعه صغيره من الخميره البيره، دي اللي متوفره الوقت. انت لو عندك خميره بيره تبقى على فكره تبقى احسن، هتخلطوهم مع بعض. الخميره البيره يعني بتختلط احسن من كده، فلو عندك خميره بيره تكون افضل. بقول تاني يوم، لان هي بتبقى طريه وبتعرفي تفركيها مع العلف. ما عندكيش بقى حطي معلقه الخميره الفوريه ديت وحاولي تقلبيهم كويس مع بعض. طبعا مش هنحطهم كلهم مره واحده، هنجيب العلفه بتاعتنا بقى بتاعتهم اهيت نحط لهم فيها ايه شويه، ونعين الباقي لمره تانيه. هبتدي بقى احط العلف يا جماعه. لاحظي وانت بتحطي العلف ما تحطيش تحت اللمبه، سيبي تحت اللمبه فاضيه. احنا مش لا تحطي ميه ولا تحطي علف تحت اللمبه، خليه بعيد خالص. شايفين اللمبه اهي والعلف اهو والميه هناك اهي، يعني دايما خلي تحت اللمبه فاضي عشان لو في كتكوت او فرخ بردان ينزل تحت اللمبه ياكل. مفيش ما تسخنيش العلف او تسخني الميه، خلوا الميه بدرجه الحراره الطبيعيه خالص، والعلف لو سخن اصلا غلط. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين انا طبعا معوداهم على العيش وعلى الرز من عمر 5 ايام. لو عندك بقى رز مطبوخ كمان حلو جدا حطي منه، لو عندك دقيق ذره حطي، لو عندك رده حطي. انا بقول لك على البدائل اللي تتحط في العمر ده، لسه البدائل كتير والحاجات كتير، بس مش الوقت خالص. اللي بيتحط الوقت الرده، الذره، العيش، الرز المطبوخ مع العليقه، مش لوحدهم، مع العليقه، علشان دايما الفرخ يبقى محمل ومليان معانا ما يفرغش مننا. الرده يا جماعه والدقيق الذره والرز المطبوخ دول من افضل الحاجات اللي بتسمن وبتوفر في استهلاك العلف، وسعرهم رخيص، وفي نفس الوقت بيزودوا الوزن. مع معلقه الخميره بقى اللي احنا حطيناها ديت، ما شاء الله ما شاء الله التحويل هيبقى سريع، والسمان بتاعنا زي ما قلت لكم هيبقى يومه ب10. ما شاء الله ما شاء الله. هو عمره 9 ايام اهوت، ان شاء الله ان شاء الله هنذبح منه على عمر شهر كمان. طبعا هو بيبيض على عمر 40 يوم، بيبيض على 40 يوم. تذبحي منه ابتداء من شهر 35 يوم معاكي. لما بيكبر ويبيض عادي وحابه تذبحي منه تذبحي منه، ده للناس اللي عاوزاه للاكل ومش عاوزاه للبيض. لكن لو حابه تسيبيه للبيض هتجيبي كل 10 فرخات هيبقى معاهم فرخ ديك معاهم ذكر سمان، و مع كل 10 فرخات. شوفي بقى انت هتربي 20 30، فكل 10 لهم ذكر سمان علشان تضمني ان يبقى البيض مخصب معاكي. وكمان تحبي بقى تحطيه تحت حمام، عندك فقاسه وربنا كرمك كده، ادعوا لي يا جماعه والنبي ان انا اجيب فقاسه. بالله عليكم اللي يسمع المقطع دوت يدعي لي ان ربنا يكرمني واجيب فقاسه، لان بجد انا بيبقى ساعات عندي كميات بيض كتير وما ببلقاش حاجه تنام عليهم، يعني البيض البط وكده وبيض سمان. ان شاء الله انا ناويه احط بيض السمان تحت الحمام، بدل ما احط بيض بلدي. ان شاء الله هحط بقى باذن الله ما يبيض هحطه تحت الحمام. بس نفسي من الله ان يبقى عندي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، فقاسه بجد. نفسي في فقاسه بجد علشان كميه البيض اللي عندي، حتى لو اللي هي 70 بيضه او كده. فيا ريت لو حد عنده واحده مستعمله بالله عليكم يكتب لي في التعليقات
ويقول لي بكام مثلا، اللي هي 60 بيضه 70 بيضه حتى معقوله عشان كميه البيض اللي بتتوفر عندي. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون نال اعجابكم، واتمنى تكون الخلطه عجبتكم، وتحطوا لي لايكات بايديكم الحلوه كتير علشان تشجعوني انزل لكم كل فيديوهات اول باول عن السمان ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.